السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نلتقي حتى نرتقي. ما زلنا حنايا متواصلين مع سلسلة العيد. علاش قلت سلسلة العيد؟ باسكو فيها لي زيتاب بزاف. انا نبدا بالعقل. كيما كنت من قبل وريت لكم مشترياتي تاع لوازم مستلزمات الحلويات العيد. جبت هذا الكاوكاو اللي كنت شريته كيما وريت لكم من قبل، فرغته في الريسيبي وهذه. هنا حبيت شغل نحيلو الريحه تاع الكاوكاو هذيك باش ما يبانش كاوكاو، باش كي نخلطو ما يبانليش زعما كيما نقولو حنا كاوكاو. هو محشي يعني محشي يولي لوز ولا جوز، بصح تنحالو ديك الريحه شويه. كنت حطيته في الريسيبي وهكا ما غسلتوش، قباله حطيته بقشور كيما كنت تشوفوا، فرغتلو مزهر كاس ودرتلو القارص. انا ما كانش عندي بزاف، كانت عندي حبه صغيره سما عصرتها من الفوق. وقعدت نحك فيه بين يديا هكاياك باش يدخل له المزهر والقارص. وكنت زدت جبت لافاني. ديري لافاني قد ما حبيتي، زوج مغارف 3 قيس ما حبيتي ديريه، باش تقعد فيه واحد الريحه شابه تجي مع المزهر ولافاني، تقعد الريحه يعني والقارص تجي ريحه هايله. فوالا كنت درتها من الفوق، ومن بعد كنت نحك فيه مليح بين يديا باش شغل يدخلوا المزهر ولافاني والقارص كامل، يدخلوا دوك 3 مكونات في بعضهم البعض. كنت نحرك بالمغرفه، يعني هو كان كي جبدته من الكونجيلاتور كان جامد، يعني يديا جمدو على هذيك اللي تستعمل في الملعقه، هي تستعمل يدك احسن. ومن بعد كي حركتو هكذايا مليح، جبت بابي فيلم غطيته. هنا شوفوا المزهر كنت زدت، وريتكم بلي راني زدت المزهر، يعني استعملت تقريبا واحد الكاس ونص حتى 2 كيسان، ما يعني ما يهمش، تقدري ديري حتى 2 كيسان مزهر. وكنت نحرك كي كملت هكذايا دي العمليه. جبت بابي فيلم، خليت هذوك لي طرونش تاع القارص لداخل باش يطلقوا الريحه تاعهم، يتنسم الكاوكاو هذاك. وغطيته ببابي فيلم وخليته، تقدري ديريه زعما كيما نقولوا حنايا الصباح كي تنوضي، وتخليه 3 سوايع 4، انتي واش حبيتي، ساعتين قد ما قعد يعني معليش. وخليته حطيته بجيه. انا قلت لكم هنا ساعتين، يسمى تقدري تخليه حتى قد ما حبيتي تكملي شغلك تولي ليه. عاودت وليت ليه، زدت حركته، نحيت هذوك لي طرونش تاع القارص وزدت حكيته بين يديا. كانت القشره تاني كانت نص شتو كيما راكم تشوفوا، نص نحات له القشره ونص قعدت له. انا كنت نسحقه بالقشره على هذيك اللي خليته. تقدري تشري الكاوكاو مقشر وديريه ديراكتومون. ومن بعد جبت الكسكاس تاعي، فرغته هكذاك ما غسلته ما والو، ديراكتومون فرغته في الكسكاس. ومن بعد درت القدره فوق النار، درت فيها هذوك لي طرونش تاع القارص باش يزيدوا يطلقوا لي الريحه، وحطيته فوق هاي فور كيما نفورو طعام، بصح ماشي زعما نقولوا مده طويله، تخليه واحد 10 دقائق 15 دقيقه ماكسيموم. كي تبداي تشوفي الفار يخرج من الفوق سكيفي خلاص. وغطيته. ومن بعد كيما كي فار هكذاك ديته في لوفي تاعي وغسلته مليح، يعني شللته كامل. ومن بعد درته في الكسكاس يقطر. وجبت سنيوه حطيت فيها هذا البابي، فرشته فوق السنيوه وفرغته من الفوق باش ينشف يقطر شويه، نحلو هذاك الماء. ومن بعد كنت الفرن تاعي شعلته سخنته من الفوق ومن تحت مليح، دخلت فيه هدايا البلاح ينشف شويه، يسمى كنت مره على مره نقلبه. وكي نشوف الفوغ تاعي برد نعاود نخرجه ونعاود نحطه نشعل الفوغ ونديرو لداخل يسخن شويه باش ينشف لي مليح. ومن بعد جبت زوج سنيوات، باسكو هنا كانت الكميه كبيره ما كفاتش في السنيوه هذه كانت صغيره، قسمته فيها في زوج هنا في الليل، هنا مع الحشيه كامل. شوفوا الحبه هنا بدات تبدل اللون تاعها، يعني ما حبيتوش باش يحمر ولا باش تنشف. شوفوا راني نقسمها هنا مازالت طريه، كي تقسميها تلقايها مازالت طريه كيفي مازال. عاود قسمته على زوج سنيوات وكنت ندخلو للفوغ ونعاود نشعل الكوشه وخليته حتى ينشف كامل. ومن بعد رحيه ولا ديري به الحاجه يعني الحلوه اللي راكي حبتها. انا ليسونسيال مديت لكم الطريقه اللي نستعملها وكيفاش ديروه، وانتم دبروا ريسانكم واش ديروا به.
وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم شكرا على المشاهدة، وإن شاء الله تفعلوا زر الجرس، واللي دخلت لهنا وش شافت الوصفة ودارتها دير لي جيم وتعليق وتحط لي وتقول لي كيفاش خرجت لها ونجحت فيها. وعندي نسبة المشاهدة راهي قليلة بزاف، إن شاء الله تشاركوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.